طيب السلام عليكم يا اخواتي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. جالك قلب اخوك فيديو جديد وعن حظر ارقام الواتساب ببند جديد قلبي، بند طور الاعمال وماسنجر. الناس اللي كانت عايزه بند اعمال وكده، وقصدي عايزه بند ماسنجر عشان بنزل كتير بندات اعمال. فده البند ده برضو للاعمال وللماسنجر برضو. الناس اللي عايزه ده وده هيقول لك الطريقه دلوقتي بصدق تطوير رقم اعمال. هقول لك طريقه الماسنجر برضو. بس الاول يا صاحبي، لو انت مش مشترك عندي في القناه قبل ما نبدأ الفيديو، لو انت مش مشترك عندي في القناة انت لا مش شكل القناة وفعل زر الجرس. حط لك الفيديو واسيب لك البند في وسط الفيديو، ونسخة العكس برضه سيبها لك في وسط الفيديو. تمام اخوك، تمام يا معلم. دلوقتي يا صاحبي، ده انت الرقم ده دلوقتي تمام. انا بستخدم النسخة دي، بستخدم النسخة دي عشان بس هي عجباني في حاجة تمام، فبستخدمها. ده نسخة ديزل اندرويد يوتيوبر تمام. تمام انا هسيب لك النسخة دي، النسخة بتاعتي بتاعت حظر ارقام اسيبها لك في وسط الفيديو. تمام، نسخة حظر ارقام شغالة الحظر، بس تشغل النسخة تشغل الحظر. تمام، هقول لك بقى الطريقة ونخش على الشرح. يبقى انت شغال من كام نسخة هتشوف دلوقتي، وهطلع لك الرقم في قلب الفيديو مش هطلع. تمام تمام، خش كده على الشات، خش كده على النسخة اللي انت هتنزلها، تخش على النسخة ده 3 نقط، تعمل رسالة رقم غير محفوظ. تخش على الشات تحط الرقم اللي انت عايز تطيره كده، تعمل مسج. تمام تمام، فالرقم ده احنا عايزين نطيره. تمام، الرقم ده، شوف الرقم. الرقم شغال، ناخد كده سكرين حلو. نيجي هنا الرقم ده عشان بس بيقولوا كده عشان كنت مطيره قبل كده، بس الكلام ده من فترة كبيرة، اللي هو ايه من 29 اكتوبر، عشان مش حد يقول لي ايه ده انت كنت عامل لي ابلاغات وكده، وجات في الفيديو ده تعمل ابلاغات عشان الرقم يطير قدامنا. فيديو قلبي شوف الابلاغات كانت امتى، 29 اكتوبر. تمام، احنا النهارده كام اهو، فاللي هو ايه يعني بتاع ده من مدة، فاهم؟ فده هطيره تاني النهارده. طب يا صاحبي خش كده على الشات، هتعمل ايه يا قلب اخوك؟ هتعمل ايه؟ تيجي عند الحافظة تجيب البند. تمام، ده يكون البند. هتحط البند في قلب الشات بتاع 4 مرات. تمام تمام. دلوقتي عشان بس لو انا خفيت البند، هو مظهر هنا دلوقتي، بس لو ظهر في النسخة التانية انا هخفيه. عشان ايه؟ عشان الفيديو ما يطيرش، عشان ده يبقى مخالف لليوتيوب، فانا هخفي البند من هنا لو ظهر. تمام، بس ما حدش يقول لي انت خافي البند ليه وكده. تمام، تيجي هنا بقى يا صاحبي، تطلع هنا، تيجي عند ايه؟ عند ريبورت بيزنس. تمام، دي تعمل كام واحد من هنا؟ تعمل 20 واحد، 1 2 كده، تعمل بتاع 20 واحد من هنا. تمام، فاعمل 20 إبلاغ واجيلك. تمام يا اخوك، ده انت بتعمل ابلاغات اول صح، انت بتعمل ابلاغات هنا، تلغي علامة الصح دي، لو لقيت تنفيذات تلغيها، دي هتلاقي تنفيذات تلغيها كده، تعمل ريبورت عشان شات، تخلي الشات ما يطيرش، الشات يبقى كويسه موجود. تمام، دي ابلاغات من بره، 20 إبلاغ يعني 20 إبلاغ من بره. تمام، تخش جوه الشات بقى، تاخد رقم كده الناس، تخش جوه الشات. تمام، اخفي البند طبعا، بند مخفي، وتعمل هنا ايه يا صاحبي؟ ابلاغ من جوه، وتفعل علامة الصح دي، تخلي دي متفعلة كده، وتعمل ريبورت. هتلاقي الشات طار كده معاك. تمام تمام، تطلع بقى من النسخة دي كده، تخش على النسخة التانية. يبقى انت شغال من كام نسخة؟ ترى برضه دلوقتي انا بستخدم نسختين، نسختين اساسي والباقي كله وهمي، نسختين بس اساسي. تخش كده اهو، تحط البند بتاع 4 مرات، 3 4، تطلع تديله 20 إبلاغ، 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 تمام، وتاخد الرقم كوبي وتخش جوه الشات، تعمل إبلاغ. تمام، خش على النسخة اللي بعدها. تمام، الحوار ده يكون شغال من كام نسخة؟ حوالي 6 نسخ كده ولا حاجة، بس يعني مش كتير، فاهم؟ خش على النسخة اللي بعدها، تحط الرقم. تمام، وتحط البند قلب أخوك، 2 3 4، وتطلع تحط الإبلاغات بتاعتك. تمام، فخلاص بس ال20 إبلاغ. تمام، فنشوف كده عملنا الإبلاغات 20 من بره، نخش جوه الشات نعمل واحد من جوه. يعني انت ممكن رقم يطير معاك وانت زي ما بتعمل الإبلاغات ده. خلصنا كده 3 نسخ، تخش على النسخة الرابعة. تمام، حط الرقم نسخ وتخش جوه الشات كده، تفك البلوك كده ونبعت البند. تمام، نديله 20 إبلاغ ونيجي تاني. تمام، ناخد بقى الرقم كده كوبي، نخش جوه الشات نديله إبلاغ من جوه الشات،
خش على النسخة اللي بعدها، نفس الحوار كده من كل النسخ. تمام يا قلبي. البند اللي هو سهل يعني 20 لون من بره وواحد من جوه، مش ومن 6 7 نسخ، مش جاي لك من 11 نسخة ولا 12 نسخة وبتاع الشغل ده كله، يعني البند طلقة. تخش هنا وتعمل الإبلاغات بتاعتك. تمام يا صاحبي، ناخد كده رقم كوبي، نخش جوه الشات، نعمل ريبورت من جوه الشات بعلامة الصح مفعلة، نطلع نخش على النسخة اللي بعدها. يعني الرقم أصلا ممكن يطير، احنا عايزين نعمل إبلاغات، فاهم؟ فك البلوك ونبعت ايه البند في قلب الشات. تمام، نعمل له بقى الإبلاغات بتاعتنا. تمام يا حبيب أخوك، ناخد برضو الرقم قد خلصنا ال20 بالله، ناخد الرقم كوبي نخش جوه الشات نديله الإبلاغات بتاعتنا. تمام. أهم حاجة أنت تقولك تبلغ والرقم يكون متصل، عشان الرقم يطير لازم يكون متصل. تمام. النسخة دي الرقم بتاعها طار، هنخش على النسخة دي كده ونعمل منها برضه عادي. تمام. الرقم اهو متصل قدامك اهو، لازم تغيره وهو متصل. انا بطير الرقم اهو وهو متصل، 2 3 4. نخش نديله ال20 إبلاغ بتوعنا. 3 4. اوقف الفيديو. تمام، خلصنا الإبلاغات بتاعتنا. هنخش جوه الشات ونبلغ واحد من جوه ونطير الشات بيه. تمام، دلوقتي خلصنا الإبلاغات دي كلها. هو الرقم أنا ممكن أفضل على كده الرقم هيطير برضه، بس أنا بعمل بنسخ أكتر. أنت كل ما بتكتر النسخ كل ده بيخليه يطير أسرع. يعني كل أنت بتعمل كده كل ما الرقم بيطير في وقت أسرع، فاهم؟ عن البند أصلا أقل من كده، بس أنا بطير كده عشان إيه؟ عشان الرقم يطير في وقت أسرع من كده، فاهم؟ مش أكتر، بس البند بيكون بنسخ أقل من كده. أنا طيرت بيه طير من 6 نسخ بالظبط، 2 أساسي والباقي كله وهمي، أرقام فيك. وارقام اساسي عن ارقام مصريه، عشان بس الناس اللي مبتبقاش فاهمه. خش ندير الابلاغات بتاعتنا برضو تاني. تمام يا اخوك، ناخد الرقم كوي برضو، نخش جوه الشات نديله الابلاغ لو من جوه الشات. تمام. واعتقد خلصنا الابلاغات بتاعتنا. تستنى بقى الرقم يطير معاك. انت ممكن الرقم يطير معاك في نفس الثواني، في نفس الدقيقة الرقم يطير معاك. فانت تستنى بس على الاقل بتاع ايه، بتاع 5 دقايق بالظبط، وتستنى الرقم. تستنى الرقم لحد ما يطير معاك، مش اكتر، فاهم؟ فاللي هو الرقم متأخرش لحد ما يطير. هو لسه شغال معانا كده. فاستنى صعب بتاع 5 دقايق بالظبط ولا حاجة، وارجع فيديو تاني لحد ما الرقم يطير ونشوف الرقم وهو طاير معانا. طيب يا شباب، انا اسف جدا على التأخير، اتأخرت جدا لحد ما صورت الفيديو ده. لحد ما وقفت الفيديو يعني، بس للأسف جدا انا كنت بعمل حاجة واتأخرت فيها. دلوقتي الساعة 2، يعني انا كنت بصور من ساعة بالظبط اعتقد يعني. تمام، بس اتأخرت، اسف ليكو. بس نشوف نكمل الفيديو، نشوف الرقم اللي احنا كنا بنطيره. خش كده نجيب النسخة. ده الرقم اللي احنا كنا بنطيره، هو ده الرقم اهو. عشان ارجع وشوف الفيديو. تمام، ادي الرقم اهو، ده اللي كنا قاعدين بنبلغ عليه كده. خش كده نسخة الواتساب. تمام، ومفقود المتابعة، استخدام رقم. نعمل نسخة قد الرقم قلب اخوك. نعمل التالي، الرقم طار معانا من غير اي مشاكل ولا غير اي حاجة. رقم طار يا قلبي في قلب الفيديو، يعني ما قلتلكش اعمل كذا واعمل كذا الرقم هيطير معاك. انا طيرت لك الرقم في قلب الفيديو يعني اهو. فريق الدعم ادي اهو. مش حد يقول انت فايك النسخة وكده، دي نسخة اعمال يا جدعان، نسخة اعمال. لان الارقام المحظورة متظهرش. يعني مثلا تخش على نسخة واتساب متجر، يعني مثلا دي نسخة متجر، هتدخل على الرقم كده يجيلك ان الرقم شغال. طب ازاي شغال والرقم لسه حاضره؟ هو ده التحديث الجديد في نسخ المتجر، الشركة خلتها كلها الأرقام المحظورة متظهرش عليها. تمام. فهتدخل على نسخة أعمال عشان تعرف الرقم شغال ولا لأ. أدوت التالي الرقم طاير معانا أهو. فصاحب الطريقة دي شغالة ومضمونة جدا جدا. تمام، بتطير الأعمال والماسنجر. تمام، دلوقتي وريتك طريقة الأعمال. تمام. طب الطير الماسنجر ازاي يا قلب أخوك؟ الطير الماسنجر ازاي؟ الرقم أول حاجة يكون متصل، أهم حاجة الرقم يكون فاتح. الرقم ده كنا مطيره وهو فاتح. تمام، الرقم يكون فاتح معاك. تاني حاجة يا قلبي، بص انت هتكتر في النسخ الأساسي أو الوهمي.
تعمل اكتر من النسخ دي. الرقم اساسي شغال على اطار الاعمال، لكن انا بقول لك برضو جابوا لك اللي هو يطير ماسنجر، بس انت بتكتر في النسخ ديت وتعمل ابلاغات اكتر، ده يطيره ماسنجر في خلال برضو ايه بتاع نص ساعه، بيطير ماسنجر مش هيطير في نفس الوقت. الاعمال هيطير في نفس الوقت او خلال اكتر حاجه نص ساعه او ساعه. تمام، ده اللي رقم حلو يعني وتقيل معاك. تمام، ده صعب الطريقه، متنساش الدور ده مشاكل القناه، هسيب لك كل حاجه في وصف الفيديو. وسلام.